جواز البلوجر هدير عبد الرازق من التيك توكر حمدي عاشور وارتباط ياسمين سليم بأدهم معروف، وإيه اللي مانع إن هما يتجوزوا؟ وهل فعلا هدير عبد الرازق اتجوزت حمدي عاشور ولا هو مجرد شو وإثارة جدل والسلام؟ زي ما في موجة انفصالات في سنة 23 وطلاق عدد كبير من البلوجرز والإنفلونسر، في كمان ارتباط ومشاريع جواز كتير زي هدير عبد الرازق وحمدي عاشور وياسمين سليم وأدهم معروف والمذيعة لينا الطهطاوي والبلوجر محمد فراج. محمد فراج خطب لينا الطهطاوي واحتفلوا الاتنين مع بعض بالخطوبة في لبنان، عمل لها جو شاعري واعترف لها أو طلب منها إن هو يخطبها يعني وهي وافقت. محمد فراج كان متجوز قبل كده من بنت سورية بس انفصلوا في أبريل اللي فات. أما هدير عبد الرازق فارتبطت بالتيك توكر حمدي عاشور وهو أصغر منها ب10 سنين. هدير كانت طلعت قبل كده وقالت إن طليقها ما كانش راجل وإنها هتتجوز واحد طول بعرض وبكرة تشوفه، لكن هو فعلا هدير اتجوزت حمدي علاء ولا ركوب ترند وإثارة جدل والسلام؟ هدير نشرت فيديو ليها على حسابها على التيك توك وإنستجرام، ظهرت فيه وهي لابسة فستان وأعلنت الارتباط فيه. أما بقى التيك توكر أدهم معروف وياسمين سليم فحكايتهم حكاية، لأنهم دايما بيقولوا إنهم بيست فريند وبس ومفيش أي نية للارتباط بينهم. فهل هو فعلا كده مظبوط ولا عشان بس خايفين لو ارتبطوا تخسر ياسمين حضانة ابنها؟ خلينا نشوف مع بعض.